عارف صاحبك الجامد اللي كل ما يعمل حاجه تلاقي الشله كلها بتقلده؟ تقريبا بقى دي بالم هيلز في السوق العقاري المصري. الشركه دي بتشوف المستقبل قبل اي شركه تانية في السوق. كل مشروع بيعملوه بيبقى في مكان هوت سبوت بعد 5 سنين، ده اللي خلى مشاريعهم في اكتوبر والقاهره الجديده تضرب قبل غيرهم. الشركه دي بدات قبل ما السوق العقاري يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. شركه بقالها اكتر من 20 سنه بتبني مدن كامله، مش بس كومباوند. بالم هيلز. عارف ليه الناس هناك بيحسوا كانهم في اوروبا؟ دي مش بس صدفه. بالم هيلز بتشتغل بمبدا التخطيط العمراني الحضاري، يعني كل حاجه تكون على بعد خطوات منك زي الخضره والخدمات. عندك مشروع هاسيندا باي في الساحل، مبني بفكر ان المدينه تكون مكان للاسترخاء مش مصيف. والمعلومه اللي ناس كتير ما تعرفهاش ان بالم هيلز اول شركه تطبق فكره الكوميونتي سنترز جوه الكومباوندات في مصر. ما كانتش بتقدم نوادي وخلاص، دي كانت بتقدم مركز مجتمعي للانشطه والتعليم والاهتمام بالاطفال والاجتماعات. وده خلى دايما ان في اشاعات كتير قوي حواليها، زي ما اتقال انها اشترت شركه ديار القطريه في مشروع سيتي جيت، لكنها نفت الاشاعه دي تماما. من الاخر عايزك تبص على بالم هيلز كاكتر شركه تطوير عقاري بتديك كوميونتي. اعمل فولو وقول لي في كومنت مين الشركه اللي تقدر تنافس بالم هيلز على مركزها في السوق دلوقتي.